هاي حبايبي، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم رح نساوي طبخ مع بعض واللي هو رز وبامية. ففي عنا هون بصلة كبيرة، وهون في عنا كيلو من البامية، وهون كيلو ونص بندورة اذا بنشوف حسب الكمية، اذا ناقص معنا بنحط من هون، وفي عنا كمان لحمة. فهلا حنقطع هدول قطع صغيرة. هلا مثل هاي البصلة، بس انا بقطعها من هون من النص هيك. هلا حنحطها هون بالطنجرة. هلا حنساوي هيك. لا شوي مشان او شو اسمه. فانا قطعتهم قطعة كبيرة هيك، يعني هيك. امي قالت لا، انه بعدين بتصير لزجة، فلازم اخذ بس شوي منه هيك. هيك ماما. هيك كويس. احسن. كانوا خربانة هون. كيلو يمكن ب8 يورو، ما 8 9 غالي. إيه. كل واحدة شقفتين حاجمة، تنتين يمكن الأكبر بنعملهم 3 كمان. شوي تاني. شوي كأنه تمام. صاروا كتير سويتي بإيد واحدة، صعب شوي، بده شوية وقت. هي للمعدة يمكن كتير كويس، ما مفيد يعني، هيك بيقولوا أكيد. بقيانين شوي هيك. طلعي على شو اسمه برا، ما في لا بيت ولا حدا، هيك احسن. كويس. بس في طريق تحت، طريق فيه شوي شوي يعني بيروحوا مشان المدرسة الشغل، بيروحوا من هون الصبح، بيروحوا بالمساء بيجوا، بس مو كتير شغال.
هلا بدنا نقطعه. صوته صاير راحة نفسية. ريلاكس شو بقولوا؟ ريلاكس. واحدة واحدة مشان تعرفي مثلا كم قسم بده، 2 3 كتير كويسين. ها ماما انتبهي، السكينة حادة. اي والله. هاي صاروا 4 2 هاي 3 صاروا 4 قسم. ما ضل. هلا وقت البندورة. انتي كمان انتبهي. ايه شكرا ماما. شكرا، عفوا. كيلو ب4 وشوي، 4 يورو وشوي. ما نستوي كمان كتير، هو غالي. بيجي كيلو ب6 ب7 يمكن بالشتاء. كله بيجي من برا، هون ما بيزرعوا شي. بيجي من تركيا، بيجي من اسبانيا يمكن، ما بعرف. وفي منهم شغل فنلندا. اكيد اللاجئ بيزرعوا، الفنلنديين ما بيزرعوا. كم سنة اللاجئ شوي بيزرعوا، مو كتير، شوي. هدول كبار ماما؟ خلي صغير احسن مشان يستوي يعني بكير، مشان البامية. هلا حطيناه على الرقم 6 مشان حمي كتير. وهلا حنحط زيت الزيتون. اي زيت. حاجة عجب. بدنا نحطوا اللحمة كمان. ايه لانه فيه دهن. يمكن قليل شوي، نحطه كمان بس شوي. حاج. وهي يمكن من 5 يكون أحسن.
وهون رح نحط نص كيلو لحمة، نص الكمية، انه اللحمة كان كيلو، هنحط نص الكمية هون عنا. بنحط فوقهم هلا ولا بعد شوي؟ ما هلا شوي بس نطلع بهارات. بهارات هنا فلفل هون هيك صاير لونه. ما حطينا شوية ملح، نحط شوية ملح مشان يدبلوا بسرعة. صار الوقت نحط اللحمة المفرومة. اللي يستاهل هون. وهلا بدنا نحط البهارات. هاي كزبرة ريحته طيبة. هاي كزبرة هاي كمون، شوية كمون بحطه قليل. هاي فلفل نحطه معلقة. يمكن في ناس بحطوا أول شي لحمة بعدين بصل، ما بعرف يمكن. لا هيك أطيب. بس بصل ما استوي يعني كتير، نص هيك مشان تستوي مع بعض. كل واحد ولا طريقته. فنرجع لكم بعد ما يستوي اللحمة منيح. يا سلام الريحة بتشهي، تفتح الشهية. في عنا هون ملح ليمون. هلا هون استوى عنا كتير منيح وريحة البهارات واللحمة معبية البيت. هلا رح نحط فوقهم البامية. مشان انه ما يصير شكله لزج. غسلناه كويس. ايه قبل بساعتين غسلناه كويس ونشفناه مشان ما يصير البامية لزجة. فلهيك افضل شيء انه نستعمل ملح الليمون. بيكون احسن من الليمون. نستعمل احسن شيء هيك هلا حاليا بعد ما نحط البامية مباشرة. كم ملعقة؟ 2 3 بس هلا بدنا نشوف. ايه حسب. إذا قليل كمان بدنا نحطه. بيصير حسب الرغبة؟ ايه بحبي مثلا يكون حامضة ولا شو. لسه بندورة كمان حامضة حسب بتحبي. مثلا كل بيت بحبه شكل. إذا الواحد ما بحبه لزج حيكتر من الملح الليمون، وإذا بحبه لزج حيقلل منه. وهلا نسوي هون. خلي النار ل3. 3 هي 3 عجب 4. هي 4. يلا رح ننزله شوي خليه يستوي كتير منيح على نار هادية وبنرجع لكم بعد شوي. حنضيف كاستين مي من مية الحنفية الدافية. لازم يستوي مشان يستوي معنا كتير منيح.
كتير كويسة ما. وهلا صار الوقت نحط البندورة بعد ما استوت البامية كتير منيح. خلي هيك فوقه مو احسن؟ هيك خلي شوي هيك بعدين بدنا نحركه. فحنخلين هيك ونرجع لكم بعد شوي. وهلا اجا دور نعمل الرز. ايه بقى يعمل مي عجب. وهلا اجا دور نعمل الرز. بدنا نشوف وين الشاي. هون. هلا رح صفي الرز وارجع لكم. والله شكله بشهي ماما. شوفوا هون. يا سلام. حطينا ماجي كمان تحتين. تسلموا دياتك ماما. ودياتك ماما. شكرا. صحي تاكلوا. الصحة وعافية تاكلوا. قلبك ماما. يا سلام الريحة بتجنن. شي بيفتح النفس. حطي مي كمان معه المرقة. مي وقليل. كتري كتري. حطي مي كمان مي. اوكي هلا صار الوقت نحط الرز. حطي اختي حطي. وهاد كان كل شي لليوم. بتمنى يكون عجبكم طريقة طبخ البامية مع الرز، وبشوفكم بفيديو جديد وسلام.